إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن
فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فحدث جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل واحد منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو قال يرحمكم من في السماء. ثم ما بعد، هذا هو المجلس الخامس 30 من هذه المجالس، مجالس إسماع كتب الحديث المسندة لسنة 400 ألف. والكتاب المقروء فيه هو الكتاب الثاني، وهو كتاب الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برزبة بن المغيرة مولاه الجعفي، المتوفى سنة 56 و200، والمعروف شهرة بصحيح البخاري. وقد وصل بنا المطاف في إسماعه إلى قوله رحمه الله تعالى: باب تأخير السحور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. وبسندكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله قال رحمه الله: باب تأخير السحور. قوله باب تأخير السحور، هذه الترجمة هكذا في جميع النسخ. المقصود من ذلك هو تعجيل الأكل قبل طلوع الفجر، والمراد بهذا كله هو تأخير أكل السحور. وأشار ابن بطال المالكي عليه رحمة الله تعالى إلى قوله يقصد البخاري لو ترجم له بباب تأخير السحور لكان حسنا. وتعقبه الحافظ مغلطاي، تعقبه هذا الحافظ وذكر بأنه في نسخة من نسخ الصحيح وجد هذا اللفظ، بمعنى باب تأخير، باب تعجيل السحور. وذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى أنه لم يرد ذلك في نسخ البخاري التي وقعت بين يديه، بمعنى أن النسخ التي وقعت بين يدي الحافظ ابن حجر ما ورد فيها إلا ما هو لوجه باب تأخير يعني السحور. باب عفوا النسخ فيها باب تأخير السحور ولا باب تعجيل؟
تأخير، والذي هو ليس موجودا إلا في نسخة أشار إليها الحافظ مغلطاي، واضح؟ وإلا الرواية التي شرح على إثرها الحافظ وهي رواية أبي ذر فيهاش باب تعجيل، أليس كذلك؟ انظر الهامش. الهامش في رواية أبي ذر تعجيل. نعم، باب تعجيل السحور، هكذا يعني في رواية أبي ذر، وهي التي شرح عليها الحافظ ابن حجر كتاب الصحيح، وهي من أصح الروايات والنسخ. وكما ذكرت العلماء يعني ذكروا على أن جميع النسخ فيها تعجيل، إلا أن الحافظ كما ذكرت ابن بطال عليه رحمة الله تعالى قال لو قال أي البخاري باب تأخير السحور لكان حسنا. وهنا تعقبه الحافظ مغلطاي عليه رحمة الله عليه وقال بأن هناك في نسخة من نسخ الصحيح باب تأخير السحور، وهي نسختنا الآن. نسختنا هي باب تأخير السحور، واضح؟ لكن الحافظ ابن حجر قال الذي وصل إليه في جميع النسخ التي وقعت بين يديه هو باب تعجيل السحور. وجزم بذلك شيخنا الشيخ يونس الجنفوري عليه رحمة الله تعالى، صاحب يعني نبراس الساري في رياض البخاري، وهو شرح ماتع، وقد وصل فيه الشيخ إلى المجلد السابع هذه السنة. جاءني شيخنا الشيخ أحمد شبير وهو مفتي بريطانيا وتلميذ الشيخ رحمه الله بالمجلد السابع، وهم يطبعونه يعني تباعا. والشيخ كما ذكرت لكم الشيخ يونس الجنفوري هذا علم، وقد درس البخاري أكثر من 50 مرة، وكتابه هذا نبراس الساري في رياض البخاري يعني أكبر دليل، وسيطبع إن شاء الله يعني تقريبا الشرح كاملا في 20 مجلدا. أيضا هو بنفسه جزم بأن يعني التبويب باب تعجيل تبعا للحافظ ولغيره، لكن كما قلت في نسخة هي باب تأخير السحور، وهي نسختنا التي الآن بين يدينا. نعم، تفضل سيدي. أحسن الله إليكم وبكم طهر. وهذه المسائل مهمة، طالب العلم خصوصا ما يتعلق بالصحيح، فالصحيح هذا بحر، البخاري بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد، ولا يعلم ذلك إلا من يعني كما يقال صاحب الكتاب، اطلع على هذه المؤلفات الكثيرة فيما يتعلق بهذا الكتاب، ودعك من الشقشقة، ودعك من ما تسمعه ممن يتكلمون في بعض كما يقال الزوايا وبعد الثغور، والذين مع الأسف، أقول مع الأسف،
لا يفرقون بين أفعى ولا سمكة، وليس لهم أي صلة بالعلم أصلا، بلها بهذا العلم الخاص، بل خاصة الخاصة اللي هو يتعلق بالبخاري وما إليه وبشرطه وإلى آخره. لذلك فلا ينبغي أن يعبأ بهذه يعني الأصوات النشاز، لا ينبغي أن يعبأ بها، وأن يشتغل الناس بالعلم تعلما وتعليما ويعني امتثالا. وهؤلاء كما يقال ينبغي أن يقال لهم فاتكم القطار. هذه العبارة التي أراها تناسب هؤلاء، فاتهم القطار. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في ديننا، وأن يحفظنا في أصول ديننا، وأن يحفظ بلدنا وجميع بلدان المسلمين من هذه يعني الأصوات النشاز التي كما قلت قصدها هو قطع الطريق على أهل الاستقامة وأهل الدين، وأن لهم ذلك. لماذا؟ لأن هذا دين الله، هذا دين الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظ دينه وهيأ له الأسباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من هذه الأسباب. نعم سيدي تابع. أحسن الله إليكم. وبه إليكم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم، قلنا عبد العزيز هذا هو عبد العزيز ابن أبي حازم أي ابن سلمة بن دينار. قوله عن أبي حازم أيضا قلنا أن هذه الكنية هكذا تأتي أبو حازم، وليس عندهم أبو خازم. أما من حيث الأسماء فعندهم حازم وخازم، وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير اللي هو شيخ الأعمش، واضح. وأيضا قلنا أن أبا حازم هذا هم اثنان، الراوي عن سهل والراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالراوي عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار، ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في موطئه وقد مر ذلك معنا أنه يقول عن أبي حازم ابن دينار، إشارة إلى بيان اسمه اللي هو سلمة بن دينار. والراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو سلمان الأشجعي. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا قوله ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود هو إدراك الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليكم قال رحمه الله: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. وبه إليكم قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه، زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدره أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: قدر 50 آية. نعم. وهنا ما قاعدة زيد، ما قاعدة زيد استعلاء. هذا الرسم دائما بدال في آخره، إلا في راو واحد فهو بنون في آخره، وهو زيد بن شعيب المعافي. نعم. أصحاب مالك. نعم، جميل.
إذن فيقول هذا الذي سألته وهو ابن عبد الحق هذا الرسم عندهم يكون آخره دال زيد إلا في راو واحد وهو زين بن شعيب المعافري من أصحاب مالك عليه رحمة الله تعالى. أيضا قوله هذه مسائل مهمة جدا حتى تعلموا بأن الشرع لم يترك الحبل على الغريب، وما من أمر إلا وفيه سنة. وهنا البخاري رحمه الله تعالى هذه من دقته بوب قوله باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، بين السحور وصلاة الفجر، ثم ساق حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وقد قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت السائل كم بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، وقد اختلف أهل العلم في قدر 50 آية. هناك من قال إيش ما يقارب 20، هناك من قال 15، ومن قال 10 دقائق، هناك من قال 7 دقائق، وقد أشار شيخنا الشيخ يونس الجوفري إلى أنها 4 دقائق، بمعنى المقصود أن يكون بين إكمال سحور الإنسان وبين الوقت الذي يبقى للأذان ما يقارب 10 دقائق هكذا، 10 8 7 إلى آخره. فالمقصود أن يكون آخر الأمر هو أكلة السحر، وسميت أكلة السحر لأنها في آخر الوقت حتى الإنسان يصيب البركة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأكلة إيش فيها بركة، وهذا أمر مهم. ولو الإنسان أن يتجرع وأن يحتسي حسوات من ماء أو تمرة أو كذا إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم وإليكم. قال رحمه الله باب بركة السحور من غير إيجاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. نعم. وهنا أيضا جميلة جدا قوله رحمه باب بركة السحور من غير إيجاد، أي أن الأمر فيه الاستحباب، والاستحباب حكم شرعي مبني على النص الذي جاء فيه. ومن ثم أيها الأفاضل فطالب العلم بالخصوص ينبغي أن ينتبه إلى الألفاظ. لماذا أقول هذا أيها الأفاضل؟ لأن كثيرا من طلاب العلم أحيانا يتكلم وكأن الأمر فيه إلزام ووجوب، لأن الوجوب يترتب عليه ايش؟ الإثم. نعم الأصل في الأمر هو الإيجاب، كما أن الأصل في النهي هو التحريم. قال شيخ شيوخنا في القواعد والأصول الأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. حينما يكون الأصل في الأمر الوجوب، حينما تكون هناك قرينة تصرفه إلى الوجوب فينزل من الوجوب إلى الاستحباب. كذلك النهي الأصل فيه التحريم، لكن حينما تكون هناك قرينة فتصرفه إلى كراهة التنزيه. واضح؟ أي ليس كراهة التحريم. إذا فهذه المسائل مهمة جدا، وقد ذكرت في مؤلفات. لو تتبع طالب العلم ما يتعلق بإيش؟ بالمسائل الأصولية داخل الصحيح. شيخنا الشيخ سعد الشتري حفظه الله تعالى له هذا في ما يتعلق بسنن ابن ماجه، وهناك من كتب في هذا الأمر فيما يتعلق بإيش؟ بصحيح البخاري. وبالتالي فالارتباط إن أصول الفقه هذا علم قوي، وأقول دائما لابد من أن ينتبه طالب وأن يهتم طالب العلم بعلمين
أساسيين: علم أصول الحديث إنه يضبط له النص لأنه متعبد بالنص إيجابا واستحبابا وإلى آخره، فلا بد أن يثبت النص. إذن فيحتاج إلى علم أصول الحديث ليميز بين الثابت وبين غير الثابت. وأيضا يحتاج إلى علم أصول الفقه ليعرف الحكم الشرعي، هل هذا الحكم واجب أو محرم أو مستحب أو مباح أو إلى آخره. إذن وهذا العلم الثاني، لذلك العلماء يقولون أصول الحديث وأصول الفقه كالجناحان للطائر. الطائر لا يمكن أن يطير بجناح واحد، فلا بد له من جناحين. واضح؟ إذن وعلم أصول الفقه أيها الأفاضل هو علم يعني الذي غلب عليه خصوصا لما كما يقال نضج وكذا علم الكلام وما يتعلق بالمنطق وإلى آخره، مع أنه هو مأخوذ. المقصود أن هذا العلم أنه وغيره مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فقامت هناك مجموعة من الأعمال ممن حاول أن يعني ينقي هذا العلم من هذه الشوائب ويجمع ما يتعلق مثلا بعلم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. وأصول هذا العلم ولله الحمد المنة الشافعي في الرسالة، هذا من هذه الأصول. وأيضا يعني بعد ذلك ابن حزم في إحكام الأحكام، وأيضا من المتأخرين ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، وهذا أصول الفقه العملي مع الأمثلة وما إلى ذلك. لذلك يعني كنت سمعت كلمة جميلة من شيخنا الشيخ محمد بن علي بن آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى المكي. أنا سألته مرة في هذه المسألة، قال كنت يعني أفكر في هذا العلم وفي يعني من هو، فما ظهر لي إلا كتاب الشافعي الرسالة، فهممت يعني الحمد لله على كل حال، يهديكم الله ويصلح بالكم. قال فهممت أن أنظم الرسالة. الشيخ قوي، ما من علم حينما يعني يستقر في دينه إلا ويقربه بالنظم، وقد نظم مجموعة من العلوم. قال فهممت أن أنظم الرسالة. قال وإذا به أثناء ذلك الفعل طبع كتاب الجيزاني اللي هو معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة في مجلد. قال فأعجبني فنظمه الشيخ في ما يقارب 3000 بيت، واضح، وشرحه في المنحة الرضية فيما أذكر، وقد أهداني الكتاب وهو في 3 مجلدات، واضح. وبعد ذلك جاءت مجموعة من المحاولات في هذا الباب لهذا الشيخ ايش اسمه؟ لا من غير واحد من المتأخرين من الفضلاء، مصطفى بحو. لا أبدا. إذن سيأتي هذا معروف له مهتم بالتقعيد سواء في العقيدة أو في كذا أو في كذا. السعيدان، نعم، هذا الرجل له مجهود في الباب أيضا، حاول أن يقوم بهذه المسألة في 4 مجلدات، لكن لعل كتاب أخينا الشيخ مصطفى بحو هذا الرجل
مع الأسف هو مغربي لا يعرفه الكثير. هذا رجل له جهود مبارك ويعني عصامي، وله مجموعة من الكتب وبحوثه قيمة وقوية. له الآن كتاب سيخرج في هذا الباب سماه تحرير أصول الفقه، سيخرج في ستة مجلدات عفوا. واضح؟ وهذا عمل ليس بالسهل. أقصد عندي أن البخاري رحمه الله تعالى بوب باب بركة السحور من غير الإجابة، والذي جعله يبوب هذا التبويب قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. والمسألة لو رجع الإنسان إلى يعني إلى كلام أهل العلم يجد ما يتعلق بهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم وبإليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم. قالوا: إنك تواصل. قال صلى الله عليه وسلم: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. وبه إليه قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. انظروا بارك الله فيكم. لذلك أنا أريد من طلبة العلم الانتباه. ما هو الإنسان فقط يقرأ. إذا فالبخاري لما بوب باب بركة السحور من غير إيجاب فذكر أول حديث متعلق به كأن الصحابة وكذا لم يتسحروا، ثم تم بحديث تسحروا فإن في السحور بركة، حتى لا يفهم التسحر بأنه أمر للوجوب. لذلك بدأ بالحديث الذي يوهم على أن الأمر ليس للوجوب إنما هو للاستحباب. لذلك بوب قوله باب بركة السحور من غير إيجاب، وهذا مهم جدا. فنحن متعبدون ليست فقط بما هو واجب، أيضا بما هو مستحب، بل بما هو مباح. بمعنى حينما يجد الإنسان سنة من السنن جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات، وطالب العلم بل المسلم عموما بلها طالب العلم أو العالم ينبغي أن يحرص على هذه السنة وأن يحيي هذه السنة، ولا يبحث فقط هل هذا واجب، هل هذا كذا، هل هكذا. ما دام الأمر فيه يعني ورد فيه ما ورد فيه من السنة، فأنت يا عبد الله ينبغي أن تحرص على إحياء هذه السنن. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال رحمه الله: باب إذا نوى بالنهار صوما. وبه إليكم قال رحمه الله: وقالت أم الدرداء رضي الله عنها: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. لا إله إلا الله. انظروا بارك الله فيكم، وقبل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف لذلك مع من سنتكلم أيها الأفاضل؟ والله إن هذا الكتاب هذا لو كتب بماء الذهب لكان رخيصا فيه. وهذا كتاب الإسلام. لذلك والله لا ينبغي أن نزايد على العلماء. أجمع الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، بل ورجح على كتاب مسلم، وإن كان الكتابين أيضا هما من أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، لكن عند المقارنة في البخاري أصح من مسلم من وجوه، وقد ذكرت ذلك وبعض ذلك في دروس المصطلح، سواء في درس مناهج المحدثين أو في غيره
من الدروس. على أي أقصد أيها الأفاضل، البخاري رحمه الله تعالى لما بوب استدل بمجموعة من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بمعنى هؤلاء هم الذين ينبغي أن نتعبد بمنهجهم وبطريقتهم. لماذا؟ لأن هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن هذا أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، بل وهؤلاء هيأهم الله تعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذا هو المنهاج، وهذا هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكها وأن نعيش عليها وأن نجتهد بارك الله فيكم في إحيائها. هؤلاء الآن لما علموا أن هذا الأمر له قوته، إذن فيحاولون إن طعنوا في السنة، بل وفي أصح كتب السنة هو البخاري، فما يأتي بعده أسهل. وإذا طعنوا في كبار الصحابة وحفاظ الأمة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه غيره، فما بعده يسهل. لذلك فينبغي أن تنتبه الأمة، بل ينبغي أن ينتبه علماء الأمة. والله إن هذه أمانة أيها الأفاضل، فالعلم أمانة وسيسألون. لذلك فلا تحسبن أن هذا أمر يعني سهل. لذلك فينبغي أيها الأفاضل أن نحرص على أصولنا وعلى التعريف بهذه الأصول، بل وعلى تداول هذه الأصول. الكلام في البخاري كالفاتحة، كما أنه ينبغي في صلاتك أن تقرأ الفاتحة، فينبغي أن يكون لك أيضا أيها الأفاضل عناية بهذا الكتاب. إن هذا هو بوابة السنة. إن كان العلماء يقولون في الفاتحة أم الكتاب، ويقولون في حديث جبريل أم السنة، فأقول بأن هذا الكتاب هو أم كتب السنة. فينبغي أن نحرص عليه وعلى إسماعه وسماعه وتداوله وبقية كتب السنة. نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء. هذا من ثلاثيات. نعم، أكمل الحديث. أحسن الله إليكم. بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصوم، ومن لم يأكل فلا يأكل. نعم، هذا من ثلاثيات البخاري، وهذه من أعالي الأسانيد. وقبل ذلك وقد أشرت إليه لما مر ثنائيات الموطأ. الموطأ له ثنائيات، أي بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم اثنان. مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم. كنت جمعتها لعل الله تعالى أن ييسر شرحها بل وإفرادها، وقد أفردت، لكن أن تفرد بشكل معين إلى آخره، وهي ما يقارب 157 أو
قريب من هذا العدد من ثنائيات الإمام مالك، مهمة جدا. أما ثلاثيات البخاري فهي 22 حديثا. هذا من حيث إن نظرنا إلى الإسناد، أما إن نظرنا إلى المتن فهو 17 حديثا، فهي 17 حديثا. وقد يعني رويتها بأسانيد عالية ولله الحمد منا، وسمعتها من مجموعة من مشايخنا، يعني ولعل إن شاء الله نخصص لها يعني وقتا ونسمعها ونعلق عليها. نعم. وهذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه ذكره البخاري أيضا في موطن آخر في باب صيام يوم عاشوراء، ولكن عن شيخه المكي ابن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، أي بإسناد آخر. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليكم قال رحمه الله: باب الصائم يصبح جنبا. وبه إليكم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي رضي الله عنه حين دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. حدثنا ما قاعدة سلمة؟ نعم يا ولدي. هذا الرسم عنده بفتح لامه إلا في 3 مواضع: عمرو بن سلمة الجرمي له ولأبيه صحبة والرواية الجبن، وعبد الله بن سلمة المرادي من التابعين من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه. وبنو سلمة قبيلة من الأنصار لها ذكر في الأخبار من يقرأ إلى البخاري وغيره. أحسنت، بارك الله فيك. إذا قلنا بأن هذا اللفظ سلمة يأتي بفتح لامه إلا في 3 مواطن أو 3 مواضع: عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنهما له ولأبيه صحبة والرواية للابن، هذا الأول. والثاني عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، والثالث هو قبيلة بني سلمة، وهي قبيلة من الأنصار لها ذكر في الأخبار كما في الموطأ وفي البخاري وغيره. ايش؟ ما الحديث؟ دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. نعم. أحسنت، تفضل. أحسن الله إليكم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن أنا عندي حاء وفي بعض النساء خاء، وقد مر معنا أن حاء أي تحويل أو الحديث أو إسناد، أما خاء أي إسناد آخر أيضا. واضح؟ وهذه لعلها خاصة بالصحيح بالبخاري. نعم. خاء. نعم. أحسن الله إليكم. عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان رضي الله تعالى عنه. أحسن الله إليكم. لتقرعن بها أبا هريرة رضي الله عنه. ومروان يومئذ عن المدينة فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة رضي الله عنه هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة رضي الله عنه: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فقال رضي الله عنه: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وبه إليكم قال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. والأول أسند أي أصح إسنادا، ذلك هو الذي بدأ به البخاري رحمه الله تعالى. وهذه من طرائق المحدثين، بل من طرائق الإمام البخاري، والتي مع الأسف
لا يعرفها إلا خاصة. يعني تحتاج إلى من يعني يهتم بالكتاب وبصاحب الكتاب وبطريقة صاحب الكتاب حتى يعلم. لذلك قال شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله يعني العبيد حفظه الله تعالى، قرأت عليه كتاب الصيام من الصحيح، قال وهذه طريقة البخاري وقد استقر الإجماع على الصيام بعد ذلك. بمعنى الإجماع على أن الجنوب إذا أصبح يعني جنوبا من احتلام أو من جماع وهو صائم فإن صيامه صحيح لما ورد في الحديث كما سمعتم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليكم قال رحمه الله باب المباشرة للصائم. وبه إليكم قال رحمه الله قالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. وبه إليكم قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. وبه إليكم قال رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما مآرب حاجة. وبه إليكم قال رحمه الله قال طاووس أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. إذن قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. لذلك فالعلماء حينما يذكرون فيفرقون بين الشيخ والشاب إلى غير ذلك من الأمور، لأن هذه عبادة والأصل في العبادة أن يحتاط لها. هذا صيام لا ينبغي للإنسان أن يجازف بعبادته لربما شهوة قد تمر في رمشة عين. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليكم قال رحمه الله باب القبلة للصائم. وبه إليكم قال رحمه الله قال جابر بن زيد إن نظر فأم لا يتم صومه. وهذه المسألة يعني فيها خلاف بين الفقهاء ولهم في ذلك 3 حالات: النظر والفكر، يعني فكر، وتكرار النظر. وهنا أي إن كرر النظر فهذا يفسد الصيام. لماذا؟ لأنه إن كرر النظر فهو قد يؤدي به إلى هذا الأمر الذي ربما لا تحمد عقباه. لذلك فينبغي يعني كما ذكرت أن يحتاط. البخاري باب القبلة للصائم، أكيد لا بد أن ينظر إلى الفقه المسألة، وألا يعني يتبادر للذهن ما يمكن أن يتبادر إلى فلان وعلان دون أن يعرف الحيثيات المتعلقة بالأمر. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. وبه إليكم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال صلى الله عليه وسلم ما لك أنفست؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة
فدخلت معه في الخميلة، وكانت رضي الله عنها هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. قوله صلى الله عليه وسلم ما لك أنفستي، وقد تضبط أنفستي، وقد فرق بينهما أيضا، هناك من يفرق بينهما. فقوله أنفستي أي حضتي، لكن أنفستي بمعنى ولدتي، من النفاس اللي هو الذي يأتي بعد الولادة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليكم قال رحمه الله باب اغتسال الصائم. وبه إليكم قال رحمه الله وبلى ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. وبه إليكم قال رحمه الله ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وبه إليكم وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وبه إليكم وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وبه إليكم وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وبه إليكم وقال أنس رضي الله عنه إن لي أبزن أحسن الله إليكم إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. نعم. وبه إليكم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وبه إليكم وقال ابن عمر رضي الله عنهما يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. نعم. وبه إليكم وقال عطاء إن ازداد ريقه لا أقول يفطر. وبه إليكم وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. أحسن الله إليكم وأنت تمضمض به. وبه إليكم قال رحمه الله ولم يرى أنس رضي الله عنه الحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. نعم. بارك الله فيكم. هذه بس هذا البخاري. شوف الآن مجموعة من الآثار علقها كلها تدل على جواز ما فعل في هذا العلاقات الصحيح على ثلاثة أوجه. هناك من علقه يلزم به إلى من علقه عليه وهو صحيح، وهناك من علقه لا يلزم به، وهناك من يضعفه، وكلها يريدها لتأكيد اختياره. الإمام البخاري حينما يورد الآثار فهذا يبين اختياره، لذلك تبويبه هو ويذكر ما ينصر ما ذهب إليه من حيث تبويبه، أي من حيث رأيه الفقهي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليكم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. نعم. وبه إليكم قال رحمه الله حدثنا وهو صلى الله عليه وسلم أعبد الناس كما قال الصحيح إني أتقاكم لله وأخشاكم له. لذلك فلا ينبغي للإنسان أن يأتي ويستدرك. مع الأسف كثير من الآن سواء ممن ينتسب أو يقول عند نفسه أنه على مذهب كذا أو مذهب كذا، مع أن كما قلت وقررت ذلك غير ما مر بل وقرر غيري، إنما أنا ناقل على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم كلهم حجتهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صح الحديث فهو مذهبه، وبالتالي ما يمكن أن يتصور أو يظهر على أنه خلاف الحديث فلا بد أن لا يتسرع في رمي الإمام أنه خالف الحديث. هذا فهم وهذه أصول، إن لكل إمام أصول، ومن ثم فينبغي أن يتعلم طالب العلم التأني، لأن التأني من الله والعجل من الشيطان. ودائما أكرر عليكم من تأنى أدرك ما تمنى.
لذلك شيخ الإسلام لماذا عمل إلى هذا الكتاب الحق الذي ينبغي أن يقرأ ويدرس، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. كتاب ماتع، وذكرته غير مرة، وذكرت أيضا أن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى يعني له رسالة جميلة اختصر في هذا الكتاب، على أنه مختصر واختصره في محاضرة، وهي رسالة وقد طبعت في رسالة بضعة أوراق. ما الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه، وذكر 6 أمور جميلة جدا، كل أمر بدليله. فالأصل هو أن يعظم الإنسان النص، ولا ينبغي أن يستدرك فيقول وهؤلاء الأئمة لم يعظموا النص. يا أخي، هذا الإمام حينما تعرف الأسباب فتجد ما ذكرت لك. هذا الإمام قد يكون عنده الحديث ليس صحيحا، جاء من طريق ضعيف، وهذا كثير وواقع، أو أنه عنده حديث يراه أقوى من الذي وصله، أو أنه لم يصله أصلا، وهكذا من الأمور. إذن فلا تصطاد في الماء العكر، هؤلاء هل أنت أعلم أم مالك؟ هل أنت أعلم أم الشافعي؟ هل أنت أعلم أم أحمد؟ العلم معه زيادة علم يصار إليها. إذا تؤكد على أن هذا الرجل معه زيادة علم، هذا هو العبرة، وهذا هو الذي نتعبد به. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة كان النبي يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، من جماع من أهله، فيغتسل ويصوم. هذا لا يؤثر في صيامه. فالجنابة عندها علاقة بالصلاة، ليس لها علاقة بالصوم. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يخلط الأوراق، وينبغي أن يعظم النص. لذلك مع الأسف تأخر الزمان حتى أصبحنا إيش؟ نرى بعض الناس هداهم الله، ولعل ذلك لعدم معرفتهم وإلى آخره، أحيانا يعظم الشخص أكثر مما يعظم النص، مع أن الذي ينبغي أن يعظم هو النص، إنه من صاحب الشريعة. فإن كنت فعلا تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول بأنك كذا وكذا، فينبغي أن تمتثل. تعصي الإله وتدعي حبه، لعمرك إن هذا في القياس محال. لو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول قال مالك، قال فلان، قال علان، قال بل الصحابة. يا أخي أقول لك نبي الصحابة. لذلك فدائما في المسائل التي ربما قد يكون فيها الخلاف ينبغي للناس، وهذا هو الذي يتماشى مع القواعد العلمية الرصينة، أن تجمع الأقوال. أي مسألة تجمع الأقوال التي قيلت فيها، وأن تجمع الأدلة. الباب إذا جمعت أدلته، وهذا أقيس قياس أهل الحديث، الباب إذا جمعت طرقه علم العلة فيه. والعلة لماذا تعرف؟ العلة تعرف بجمع الطرق وصبر أحوال الرواة، فكذلك فقهيا تجمع الأدلة وكذا وينظر. والحمد لله نحن هذا هو المبتغى وهذا هو المطلوب.
الله إيش؟ في النصوص. نعم. واعرف الحق تعرف الرجال ولا تعكس فتقع في الخطأ. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليكم قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. ثم دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فقالت مثل ذلك. نعم. وبه إليكم قال رحمه الله باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وبه إليكم قال رحمه الله وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وبه إليكم وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وبه إليكم وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. وبه إليكم قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لا إله إلا الله. كيف أنا والله أحيانا أستحيي حينما تسمع النص واضحا ويأتي فلان أو علان يقول ويخشى الناس بدرا للجهل الآن أحيانا قد يستهزئ بالله وآياته ورسوله يخشى على الإنسان. يعني فالنص فارق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه. لماذا؟ لأنه من أحكام التكليف هو العقل والانتباه. رفع عن أمة خطأ والنسيان مستكر عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كيف يقول هذه النصوص؟ أنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي للإنسان أن يحترم نفسه، بل إن كان فعلا، أقول أيها الأفاضل، إن كان فعلا يحب فلان أو علان. أنا مالكي والله يقول مالكي وافتخر بذلك، ومالك إمام أهل السنة والجماعة. واقرأوا ترجمة مالك تعلم أنه هو مالك. ومن حبي لمالك فلا أتجرأ على أن أرد الكلام بمجرد قال يا أخي تأنى. إذن فالأصل إن كنت فعلا، ونحن نتكلم عن هذه الجزئية، تحب فلانا مالكا أو غيره وأنت تنتسب إليه، فلا ينبغي أن تعرضه وأن تدعه في مواطن لا تليق به. تأتي بمالك يقول والله النص كذا مالك قال كذا، وتفهم الناس على أن مالكا خالف النص. هذا هو الحب، هذا هو الحب الذي تزعم لمالك، أن تعرضه وتضعه في موطن لا يليق به. وهو الحريص على هذا النص، لكن لأمر ما، وهذا الذي ينبغي أن تبحث عنه أنت وتجتهد في جمع الكلام.
أن تحتفي بهذا الرجل وتلتمس له الأعذار الشرعية، لا أن تبينه كأنه يخالف النص والحريص على النص. لأي حب هذا؟ ليس حبا. وإن زعم ذلك كما قلت، فهؤلاء الأئمة رحم الله الشافعي مرة قال له رجل وقد روى حديثا قال تقول به، فغضب الإمام مالك واحمر وجهه، قال تجد وسطي زنارا، قال لك أنا نصراني، أنا كذا، كيف أروي حديثا ولا أقول به ولا أعمل به؟ وهذه ليست خاصة بالشافعي، بل هي لكل عالم من علماء الأمة. بل هذا الذي ينبغي أن يتعامل به مع العلماء، وأن يلتمس لهم الأعذار، وأن يرفع من شأنهم. وأن توجه أقوالهم التوجيه الصحيح الذي لا يتنافى مع النصوص. ذلك فالأمر أيها الإخوان والله الأسف، ولكن كما يقال لقد كثرت دعاة الفقه حتى لقد غلب النهيق على الصهيل، وما كل نار كنار موسى، وما كل الفواطم كالبتول. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال رحمه الله: باب سواك الرطب واليابس للصائم. وبه إليكم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وبه إليكم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وبه إليكم. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وبه إليكم. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم ومرضاة للرد. أحسن الله إليكم. مطهرة للفم مرضاة للرد. وبه إليكم. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. وبه إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة، ثم تمضمض واستنصر، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة، ثم اليسرى ثلاثة، ثم قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قوله عن حمران وهو مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وليس في رواة البخاري غيره، أي من يعني اسمه حمران إلا هذا الرجل سواه، ليس في البخاري إلا هو، أي حمران مولى عثمان. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليكم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء.
نعم. أحسن الله إليكم. إذا توضأ فليستنشق بمنخيره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وبه إليكم قال رحمه الله قال الحسن لا بأس بالصعود للصائم إذا لم يصل إلى حلقه ويكتحل. نعم. وبه إليكم وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وما بقي فيه ولا يمضغ العلك فإن ولا استعد يمضغ العلك ولا يمضغ. ماذا بقي فيه ولا يمضغ. أحسن الله إليكم. ولا يمضغ الإبل فإن ازدرد ريقه الإنك لا أقول إنه مفطر ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. نعم. وبه إذا إليكم. نشوف هذا كله والإنسان ينبغي أن يحتاط بعبادته. والعلماء أنتم كلهم السلف كلهم تابعين وأحيانا تجدون الصحابة فلتعظيمهم لهذه النصوص أحيانا لا يستطيعون الجزم فيأتي واحد لا يفرق لا بين مقطوع ولا بين موقوف ولا بين أي شيء يقول لا هذه المسألة لابد فيها من كذا وكذا. أحيانا قد يلزم الناس بما ليس بلازم أو العكس. ونسي المسكين على أن الأمر ليس بالسهل. توقيع على رب العالمين. ذلك لابد للإنسان أن ينتبه. وأحيانا مع الأسف إنما يتكلم به الذي أراه الذي يبدو لي. يا أخي كيف يبدو لك؟ هل يبدو لك بعد ما بدا؟ هذا لم يبدو للصحابة ولم يبدو للتابعين وهذا فيه نص واضح وصريح. كيف تقول هذا الكلام؟ ولا أجد إلا ما قال بعضهم وهو يتكلم عن مثل هذه الحال. قال إن شئت تدعى فقيه قوم فطول الكم ثم عمي. غير يكون لكم شوية كبير يدير شي عمامانيت. إن شئت تدعى فقيه قوم فطول الكم ثم عمم وخض مع القوم في جدال لا ببخاري ولا بمسلمين. ما تعرف اليوم. إن شئت تدعى فقيه قوم فطول الكم ثم عمم وخض مع القوم في جدال لا ببخاري ولا بمسلم ولكن بنفض وهز رأس وقولي لا ولا مسلم. لا يخليك تسلم كاع يضرب بزاف. لا هذا إلا فاضل وصلنا. يا أخي العلم ما هو بتحريك الرأس وما هو لا أسلم أو لا أو أسلم. يا أخي هذا علم مبني على أمور لا بد من حجة من كتاب الله أو من حجة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من حجة من آثار الصحابة أو من حجة من إجماع الأمة أو من حجة من القياس الصحيح أو من حجة من الاستحسان. وهكذا من أصول الاستدلال المعروفة سواء عند مالك أو عند غيره من أئمة المسلمين. فلا تزايد وتقول نحن نحفظ أصول مالك 16 ونعرف كل أصل وما به ودليله وإلى آخره. ولا نقول ذلك من باب الاستعلاء نعوذ بالله. والله نقول ذلك
من باب أننا نحب مالك ونحرص على ما يتعلق بهذا الباب على طريقة مالك. لذلك حين أجل مع الأسف أنت لم تقرأ الموطأ بعد تعرف طريقة مالك. فيأتي شخص ويقول ايش؟ يا أخي نحن نسقي. يا أخي في الموطأ القلب صاحب المذهب إمام المذهب يسوق حديث القبض في كتابه المعتمد الذي ارتضاه هو. فيأتي متفقه يا أخي ليس عليه العمل. وعلى مدى العمل على مدى العمل على رأي فلان وعلة. إذن أين تعظيم مالك نفسه؟ هو المعظم للنصوص. إذا تجده في المطلق قال لم يكن بكذا والسنة عندنا كذا. أتعرف هذه الألفاظ؟ أتعرف مدلولة هذه الألفاظ؟ بل الذي يتماشى مع أصول مالك في هذه القضية هو القبض. ارجع إلى خليل، ارجع إلى مدونة ابن القاسم، ارجع إلى كذا. لذلك يعني تجد ويعجبني كثيرا هذا له كتاب جميل جدا شيخ مشايخنا الشيخ عبد الحليم الثاني الحسني عليه رحمة الله تعالى له كتاب في مجلدين سماه البحر المتلاطم الأمواج، لأن كذا 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 سنة القبض من اللجاج يعني لأن نراها سنة وساق ومالكي وقبله غيره من. لذلك ينبغي أن ترجع الأمور إلى أصولها وألا يعني مع الأسف يتكلم في الأمور من لا يحسنها. الله المستعان. أحسن الله إليكم وبه إليكم. قال رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان. وبه إليكم. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صام. نعم. وبه إليكم. قال رحمه الله: وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه. وبه إليكم. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. وبه إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن المنير قال سمع يزيد بن سمع يزيد بن هارون. أي هو سمع. صلى الله عليكم. حدثنا عبد الله بن المنير سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى وابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال صلى الله عليه وسلم: أين المحترق؟ قال: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. نعم. قوله عن عباد
عبد الله بن الزبير عباد. أن الأصل في هذا الرسم هكذا عباد بتشديد بفتح العين وتشديد الباء، إلا في رجلين وهما قيس بن عباد وثعلبة بن عبادة. واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بعباد. وأما ما يتعلق بعبادة فيها مربوطة في الخراء، هذا الأصل فيها كذلك إلا في رجل واحد وهو محمد بن عبادة الواسطي من رجال الصحيح. واضح سيدي؟ إذن فهذه القواعد مهمة للإخوان، بها يضبط الإنسان كثير من الأمور المتعلقة بأسانيد كتب الحديث. ومع الأسف كما ذكرت أن هذا الأمر لا يعبأ به ولا ينتبه إليه، وتجد التحريفات ومصائب. لماذا؟ كما قلت لأنه دخل في الباب من لا يحسنه، الله المستعان. أحسن الله إليكم. وبه إليكم قال رحمه الله: باب إذا جمع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وبه إليكم قال رحمه الله: حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أخبرني حميد، قلنا بأن قاعدة في هذا الرسم سواء في الأسماء أو في الكنى أنه مصغر على وزن فعيل. واضح؟ سواء في الأسماء حميد بن عبد الرحمن، حميد بن قيس، حميد الطويل، وأيضا في الكنى كأبي حميد السعيد رضي الله تعالى عنه. وأما مكبرا فيأتي معبدا عبدا حميدا، أما حميد فهو في المتأخرين. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليكم قال رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: والحق على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة ترهقها؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال صلى الله عليه وسلم: أي وعاء كبير قدره. أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أطعموا أهلك. لا إله إلا الله. هذا الرحمة وهذا. لذلك فيما أذكر أنتم تراجعون في رواية السنن من داود الترمذي لأنه لما وقع له ما وقع، هذا رجل قال ولا يصبر على النساء، فكان إذا جاء رمضان أرسل امرأته إلى بيتها، فمرة جاءت تخدمه، قال في رواية الترمذي: فظهر لي منها شيء فوجدت عليه. قال فجاء إلى قومه على أساس أن يأتون معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أنا خاف أن ينزل فينا قرآن. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله فعلت كذا ووقع مني كذا، فانظر ماذا ترى، احكم بي علي بكتاب الله. فجاء وقع ما وقع من ما ترون من الرواية، فضحك. فلما وقع ما وقع في بعد رجع إلى قومه قال: والله جئتكم فما وجدت عندكم إلا
الرأي الفاسد وعدم الرحمة. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فكان رحيما وأعد له الخلق العظيم وإلى آخره، أو عبارة نحو هذا. القصد عندي أيها الأفاضل، ينبغي للإنسان أن يكون رحيما، ينبغي للإنسان أن يتلطف. إن الناس الآن انظروا، هؤلاء كانوا قريبين وفي عهد النبوة وكذا، ومع ذلك وقع منهم ما وقع، إنه هذه بشرية. فكيف سنقول نحن في آخر الزمان الذي مع الأسف الآن أين العلم وأين كذا وأين كذا وأين كذا؟ فينبغي للمتصدر وللعالم وللذي ابتلي، أقول ابتلي بهذه المناصب وبسؤال الناس له، أن يراعي هذه المسائل وأن يتلطف وأن يكون خير داعي إلى دين الله تعالى بالتي هي أحسن، التي هي أقوم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال رحمه الله: باب المجامع في رمضان.